وراجل فعلا كريم جدا جدا وممتاز جدا. بشكر سيادة اللواء فوزي على دعوتي للحضور. أنا لواء دكتور مهندس مصطفى هدود، أصلا خريج كلية فنية عسكرية، وأنا من مواليد الشرقية مركز ديان دبي. أحسن ناس يا باشا. واشتغلت في القوات المسلحة في عدة مناصب يعني حتى وصول لمساعد مدير المخابرات الحربية، ثم اشتغلت محافظ البحيرة سنة 13 لغاية سنة 15. أنا يعني منتمي لهذا الوطن، وطبعا زرت بورسعيد أكثر من 30 مرة يعني لفتها بالكامل. ولكن عاوز أقول إن أنا لبيت دعوة سيادة اللواء فوزي في أكثر من مرة. اقتناعي إن دوره إن هو بيقوم بدور وطني لصالح هذا البلد، وانا اي حد بيطلب مني ان انا بكون معاه ما بتاخرش. حساس ان انا نفهم او نوعي الشعب المصري بايه هي الانجازات اللي بتتم، وايه هو المستقبل، وايه هي المخاطر والتحديات بتواجه مصر. اي واحد فينا من القاعدين هنا هدفه الرئيسي ان هو يتعلم، ان هو يبقى الصحه لو في عنده مشكله صحيه تستجاب مرأة بسرعه، انه يتخرج من المكان اللي هو عاوزه، انه يشتغل بعد التخرج في وظيفه تلائم التخصص بتاعه، انه يتزوج، انه يبقى عنده شقه، انه يخلف اولاد ويكون اسره. ده الهدف الرئيسي بتاع اي واحد فينا. طبعا الهدف الرئيسي ده بتاعنا ممكن ما يتحققش بنسبه 100% اتوانس مره واحده او بالدرجه اللي هو عاوزها، ولكن انا بناشد بقول اي انسان بيحط لنفسه هدف يلتقي ربنا ويدور على المال الحلال في بداية حياته وفي نهاية حياته ويبعد عن الحرام، ربنا هيقف معاه. فإذا لازم تبقى كلنا معترفين إنه الإنسان الذي بيفشل في حياته بسبب إن هو عنده قصور، يا إما مش مهتم بتعليمه، يا إما مش مهتم بثقافته، إنه علاقته مع أبوه وأمه مش كويسة، إنه في عملية انحراف مع ناس تانيين، إنما ما يرميش الحمل كله على الدولة وإن السبب هي الدولة. لا، في ناس ناجحة جدا وفي ناس فاشلة جدا وفي ناس متوسطة. ولكن أنا عاوز أقول لما ندرس الفترة اللي فاتت في محافظة بورسعيد، محافظة بورسعيد أنا بعتبرها من أكثر المحافظات اللي تم فيها عمل بحيث ينمي هذه المحافظة ويجد فرص عمل لأولاد المحافظة. يعني نيجي نبص الأحياء الجديدة الموجودة، محور 30 يونيو لما اتفتح ده لصالح بورسعيد ولصالح جنوب بورسعيد، لأن بورسعيد ما هيش المدينة بس، بورسعيد هي المدينة زائد جنوب بورسعيد زائد بور فؤاد زائد بتوصل لغاية حدود بلوزة ورمانة لغاية بتوصل إلى الأنطرة. فأنا هنا عاوزكم تفكروا كويس إن ما تبصش بس إن في غلاء في المعيشة أو غلاء في الأسعار، موجود، وده نقطة مهمة جدا ويجب الدولة إنها تعمل على كبح جماح هذا الغلاء. ولكن هذا الغلاء بسبب حاجتين، يا إما بسبب ظروف سياسية خارجية، أو نقولها بكل صراحة بجشع بعض التجار أو جشع بعض الصناع. هنا برضو الإسلام بيقول إن إحنا كلنا لازم نكون متكاتفين مع بعض وفي حب بيننا وبين بعض وإن الناس ما تستغلش بعض. فالنقطة المهمة إن أنا شايفها في المستقبل هنا في محافظة بورسعيد إنه يعني زي ما قال سيادة اللواء مشروع فيروس سي ده تم بخير على مستوى الجمهورية كله. مشروع 100 صحة تم على مستوى الجمهورية وبورسعيد تم. هنا نقطة مهمة جدا، أنا عاوز أجد فرص عمل لأهل بورسعيد. المنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية في شرق بورسعيد أنا بعتبرها هي الأمل لشعب بورسعيد في الوظائف. الأعمال اللي بتتم في توسع المينا والأعمال اللي بتتم مع الشركات اللي بتيجي عشان تعاقد معانا، المنطقة الصناعية اللي بتتعمل في بورسعيد، المنطقة السكنية اللي بتتعمل في شرق بورسعيد، المنطقة الزراعية اللي هي من عند الأنطرة لغاية بورسعيد، وإن تم تحويل المية من عند بحر البقر بدل ما كانت بترمي في بحيرة المنزلة خدتها أو دخلها على تحت القناة وتوصل لغاية شرق القناة وتعمل محطة تحلية 6.5 مليون متر مكعب في اليوم. هدفه الرئيسي ايه؟ ان انا اخلق قطاع زراعي
على الاقل حوالي 300,000 فدان حوالين بورسعيد في نطاق بورسعيد. فاذا لازم نبص للمستقبل، ان في الفتره اللي احنا فيها 6 سنين اللي فاتوا او 8 سنين تعبنا وصرفنا فلوس كتير جدا دولارات، وده سبب الازمه الدولاريه، وصرفنا فلوس كتير مصري، بس عشان مين؟ عشان المستقبل اللي جاي، اعتبار السنه الجايه يبقى عندي ارض ممكن ازرعها، فبالتالي تجد فرص عماله للزراعه. النهارده عملت عدم تلوث لبحيره المنزله، وعملت اكبر مشروع تكريك وتعميق بحيره المنزله بهدف ان انا اكبر الثروه السمكيه في بحيره المنزله، وده لصالح الناس الصيادين الموجودين في بحيره المنزله في بورسعيد. مشروع بتاع الزهر لما اتعمل قدام بورسعيد والمنطقه اللي موجوده غرب بورسعيد في طريق دمياط بهدف انك تجد فرص عمل. فاذا الهدف الرئيسي اللي بتخططه الدوله هو ايجاد فرص عمل لاولادنا، وانا شايف ان محافظه بورسعيد من اكثر المحافظات اللي فيها مستقبل فرص عمل اكثر من اي محافظه اخرى، وفرص عمل متطوره. فبالتالي لازم ندخل في التعليم الذي يتلائم مع مطالب الفتره اللي جايه. لازم يبقى في ناس متعلمين فنيين عشان المصانع. للاسف انا كنت في مصنع من المصانع في العاشر الموضوع بشتغل مدير رئيس اداره، ما كنتش بلاقي خراط بمعنى الكلمه مش موجود. ليه؟ خريج علوم الصنايع مش شغال كويس، انما لو ولد كويس وبيشتغل صح هيلاقي شغل. عشان كده ولادنا الخريجي المعاهد الفنيه التجاريه او الفنيه الصناعيه او الزراعيه او الفندقيه، ارجوكم ان هم يستزيدوا علم، وبعد ما يتخرج من المدرسه ويخلص دبلوم لازم يتعلم، ما يروحش يسوق توك توك، لا لازم يتعلم المهنه بتاعته، لان الصناعه اللي جايه عاوزه مهنه صناعيه. والبورسعيد هيبقى فيها اكبر مصانع لصناعه السيارات، ومصانع حديد الصلب لصناعه السيارات، ومصانع كيماويات وبتروكيماويات مع الصين ومع الهند ومع روسيا. فارجو المستقبل بتاعنا كبير جدا. المينا اللي هتعمل شباب بورسعيد عاوزه ناس كتير جدا، وظائف موجوده. فانا شايف ان مستقبل بورسعيد كمحافظه وكفرص عمل لاولادنا وفرص سكن لاولادنا كبيره. عشان كده ارجو الناس تحس بسعاده انها معلش في ازمه الغلاء، ولا ما تخليش هي ديت الازمه اللي تجعلك نفسيا انما لو انا بذلت مجهود ورعيت ضميري وقربت من ربنا هيقف معايا. انت ممكن تاخد مال مش مظبوط ومال حرام في فتره معينه، وتيجي بعد 20 سنه تجد الكلام ده كله راح بسبب اتجاه اخر. ولد من ولدك حصل له اصابه، حصل له مرض، وربنا ما وقفش معاك عشان خدت حاجه غير طبيعيه. او ممكن تفوت منك فرصه بعد 20 30 سنه كنت ممكن تاخد مال حلال، انما انت استعجلت وخدت مال ايه؟ حرام في الاول، وضاع منك الفرصه بعد كده. فانا شايف يا جماعه ان مستقبل مصر مبهر، لان احنا عملنا البنيه الاساسيه بالكامل، يعني طرق، كباري، مباني سكنيه، مشروعات بدايتها مواني، غاز، كهرباء. هنا بقى البدايه بقى ان احنا نشتغل.